السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى في حلقة جديدة من قناة مغرب التاريخ. حلقة اليوم غتكون حول الادعاءات والأكاذيب اللي نشرها محمد دومير في الأمم المتحدة حول المعاهدات التي قام بها سلاطين المغرب. نسمعوا شنو قال ونرجعوا من بعد. أقصد المعاهدات الدولية ما بين المملكة المغربية والدول الأوروبية في القرن التاسع عشر والعشرين، اللي تحمل أن المنطقة الواقعة جنوب وادي نون كلها مستقلة تماما على المغرب. وتكرر هذا الخطاب ليس لسنوات في المعاهدات بل لقرون، من 1767 وسلاطين مراكش يكتبون في معاهداتهم أن المنطقة هذه حرة كليا ولا تخضع لهم. وعلى سبيل المثال اتفاقيات مع أمريكا مثل معاهدتي 1787 و 1836 مذكور فيها أن منطقة الصحراء لا تتبع لهم، ومعاهدات أخرى مع فرنسا مثل 1763 و 1886 مذكور فيها أيضا أن منطقة الصحراء لا تتبع لهم، فضلا على الوثائق المتعلقة بالأرشيف المغربي البريطاني ولا الإيطالي ولا الإسباني بالأخص، وبلدان كثيرة كلها تذكر فيها تلك المعاهدات أن تلك المنطقة لا تخضع. كيف ما سمعتوا الدكتور دومير ذكر معاهدتي أمريكا سنة 1787 و 1836 ومعاهدتي مع فرنسا سنة 1763 و 1886، واللي قال على أنها تبين بالدليل باعتراف سلاطين المغرب بشأن الصحراء المغربية التي لم تكن مغربية. وبتحقيق بسيط غلقوا عدة أخطاء كارثية ارتكبها الدكتور دومير. أولا، لا وجود لمعاهدتي 1763 و 1886 مع فرنسا، وأنا كنتحدى الدكتور دومير يجيب مصدر أو كتاب أو مخطوطة أو أي شيء كيذكر هذه المعاهدتين. الصورة أمامكم من كتاب اسمه نصوص اتفاقيات مبرمة بين المملكة المغربية ودول أجنبية، في هذه 3 أجزاء، والكتاب كامل فيه جميع المعاهدات التي قامت بإبرامها الدولة المغربية منذ زمن الموحدين إلى سنة 1920. وكيف ما تشوفوا في الصورة فيها جميع المعاهدات مع فرنسا منذ 1559 مع الدولة السعدية إلى القرن الماضي، ولكن لا وجود لمعاهدتي 1763 ولا 1886. نجد فقط 1765 ونجد معاهدة 1845 واللي هي معاهدة اللامغنية، ومعاهدة 1863 ثم بروتوكول سنوات 1901 و 1902. نمشيو لمصدر آخر واللي هو موقع وزارة الخارجية الفرنسية واللي فيه جميع معاهدات فرنسا مع المغرب، وهي كذلك كتقول نفس الشيء. أول معاهدة مع الدولة السعدية سنة 1559 ولا وجود لمعاهدة 1763 و 1889. إذا سؤال موجه للدكتور دومير، من أين لك هذا التدليس والتزوير؟ ما نساوش أنه تكلم على معاهدتي أمريكا واللي غادي نبينوا بالدليل كذب محمد دومير. لكن قبل ما ندخلوا لصلب الموضوع نطرحوا السؤال الأول: كيفاش كانت المراسلات بين سلاطين المغرب والدول الأجنبية، وكيفاش كان يلقب سلطان المغرب؟ الجواب نلقاوه هنا في غاليغا اللي هو موقع الأرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية بالعنوان اللي تشوفوا أمامكم، فيها عدة مخطوطات ورسائل أصلية موجهة لفرنسا. والصورة أمامكم لمخطوطة أصلية بخط السلطان المولى زيدان ابن أحمد المنصور الذهبي السعدي، واللي كيقول فيها: صدر هذا المكتوب العالي الإمام الزيداني الناصر الفاطمي الذي دانت لطاعته الممالك الإسلامية وانقادت لرغبته الشريفة سائر الأقطار المغربية وخضعت لأوامره جبابرة الملوك السودانية وأقطارها القاسية والدانية إلى السلطان لويس. الرسالة بتاريخ 1025 هجرية الموافق ل 1615. طبعا السودانية هنا كيقصد بها منطقة تيمبوكتو ونهر السنغال، وربما البعض يقول أنه هذا الوصف مبالغ فيه. لهذا نمشيو لكتاب ريجستر فان هولاند اللي صدر في القرن 17 واللي فيه عدة معاهدات قامت بها الولايات العامة المتحدة واللي هي حاليا تسمى بهولندا. قامت بمعاهدة سنة 1612 مع الدولة السعدية، ونقرأ هنا عن إذن جلالة المولى زيدان قيصر المغرب ملك فاس سوس تافيلالت غينيا غاغو تيمبوكتو وغيني وكل مقاطعاتها. وباش نعرفوا هذه المناطق، هذه خريطة من طرف كارل سبورنر سنة 1845، غلقاو غينيا غاغو أو غاغاو في بعض المصادر، وكذلك تيمبوكتو وغينيا. وهذه خريطة أخرى جيوفاني ماريا سنة 1797 غلقوا فيها كذلك غاو أو غاغو كما تسمى في بعض المصادر، بالإضافة لتيمبوكتو وغينيا. بالنسبة للدولة العلوية فهي بحكم كونها خير خلف لخير سلف استنسخت العديد من الأشياء من الدولة السعدية، سواء الطابع الإداري أو العسكري أو الاقتصاد بل حتى طريقة المراسلات. الصورة أمامكم من كتاب مجاني الأدب في حدائق العرب لرجل الدين المسيحي لويس شيخو واللي كان في البعثة المشرقية إلى فرنسا من أجل الدين. هذا الكتاب غادي نقول لنا مخطوطة أصلية فيها رسالة من سلطان مراكش إلى سلطان فرنسا لويس 14، فيها نفس طريقة الدولة السعدية في الكتابة: وخضعت لأوامره جبابرة الملوك السودانية. وطبعا مرة أخرى هذا يعتبر أمر مبالغ فيه حسب عودنا الجزائري. لهذا نلقاو في كتاب لا سيونس بيرسون دو كور واللي صدر سنة 1729 الكاتب هنا يجاوب على السؤال التالي: ما هي صفات ملك المغرب؟ الجواب: إمبراطور إفريقيا، ملك مراكش وفاس وسوس وتافيلات، سيد على غاغو درعا وغينيا. هذا كتاب دي هيستوري اوف وار لندن سنة 1816. يقول: لقب الإمبراطور المغرب هو إمبراطور إفريقيا
صديقي ملك مراكش، فاس، سوس، كاغو، درعا وغينيا، الشريف العظيم. وكاين العشرات من المصادر الأخرى اللي كتذكر السلطان بعدة مسميات. نختموا هذه الجزئية برسالة من السلطان المولى إسماعيل إلى ملك فرنسا اللي كتشوفوها أمامكم في موقع كاليكا، وهي رسالة أصلية. يقول فيها المنصور بالله صاحب دولة الهاشمية ملك الغربين والصحرتين. هنا طبعا كيتكلم على الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، من سوس الأقصى إلى منتهى الغرب الذي لا يعد ولا يحصى، والصحراء صحراء الجريد. طبعا هنا صحراء الجريد يقصد بها تفيلات والصحراء الشرقية، وبعض الأقاليم في بلاد العبيد. بلاد العبيد هنا هي بلاد السودان أي تيمبوكتو والسنغال. باش ما نخرجوش من موضوع الحلقة، هدفنا هو الرد على الوثائق والمعاهدات اللي دارها دومير واللي اكتشفها خلال زيارته للصحراء الغربية، مع العلم أنه زار فقط مخيمات تندوف، ولكنه بطبيعة الحال اعتقد شأنه شأن جميع العديد من الجزائريين أنه زار منطقة الصحراء الغربية. نبدأ أولا بالمعاهدة اللي كيتحججوا بها جل الجزائريين، وهي معاهدة 28 ماي 1767 مع إسبانيا. هذا موقع الارشيف للحكومة الإسباني، نشرت فيها المعاهدة الأصلية اللي كانت بين الملك محمد الثالث وكارلوس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أمير المؤمنين سلطان مراكش وفاس وسوس وغيرها من الأقاليم المغربية. نقرأه في البند رقم 18: إن سيدنا نصره الله تبرأ من أهل كناريا من اصطيادهم لحوت كوشطة وادنون إلى ما ورائه، ولم يبقى عليه درك فيما يقع بهم مع عرب البلاد، حيث لم تنلهم أنكام ولا قرار لهم، وإنما ينزلون بخيمهم حيث شاءوا ويذهبون حيث شاءوا، وهلاك أهل كناريا محقق مع هؤلاء العرب. وأما ما كان من كوشطة أكادير إلى ناحية الغرب فهو تحت ظل أمننا، وقد جعل يده الله لأهل كناريا أن يصطادوا بكوشطة أكادير، وأسقط عنهم الوظيف، وأبقى هاتيك الكوشطة بقصد أهل كناريا وغيرهم من إسبانيول لا يزاحمهم فيها أحد مراعاة للصلح والمهادنة. هذا البند اعتبره بعض الأذكياء كدليل على استقلالية الصحراء، وهذا غير صحيح. أولا هذه المعاهدة في الأصل كانت لعدة أسباب أساسية اللي غنذكروها، منها حملة السلطان على سبتهم ليليا، منها قضية الأسرى الإسبان اللي كانوا في المغرب والأسرى المسلمين اللي كانوا في إسبانيا، وكذلك قضية القراصنة المغاربة اللي كانوا كيهاجموا السفن التجارية الإسبانية، بالإضافة لبعض النقاط الأخرى. هذه المعاهدة هذه تلاعبات بها إسبانيا لأنه خدعت السفير المغربي أحمد الغزالي رحمه الله، اللي جاء على أساس الصلح أنه يكون فقط في البحر ولكن ليس في البر. لكن إسبانيا حسب كتاب الاستقصاء الصفحة 40 واللي قال فيها الناصري أنه إسبانيا دلست وكتبت بأنه الصلح يكون بحرا وبرا، ولهذا السبب تم عزل السفير أحمد الغزالي رحمه الله. أما بالنسبة للبند رقم 18، السبب الرئيسي هو أنه إسبانيا كانت تريد إنشاء مؤسسة تجارية جنوب وادنون، وهذه المؤسسة كانت إسبانيا تريد أن تضع فيها ضمانات أو تأمين للأضرار كما يقال اليوم. لهذا أرادت إلزام السلطان بأنه أي ضرر يصيب المؤسسة سواء قتل إسباني أو تخريب المؤسسة فالسلطان سيدفع تعويضات لإسبانيا، وهذا ما رفضه السلطان، واللي قال أنه لن يتحمل المسؤولية أبدا بأي ضرر يقع لهذه المؤسسة، بحكم أنه طبيعة هذه المنطقة فيها عرب لا يمكن تطبيق الحكم عليهم بحكم طبيعتهم البدوية وترحالهم المستمر، وكذلك سبب عدم تواجد سلطة مخزنية قوية في الصحراء، وهذا السبب الذي جعل السلطان يضع هذا البند. والنقطة الثانية هو أنه هذا البند هو تهديد بشكل غير مباشر لإسبانيا، لأنه فتح مؤسسة تجارية في وادنون سيضر ميناء الصويرة وميناء أكادير واللي هما الموانئ الرئيسية للمملكة المغربية. لهذا السلطان أراد إخافة إسبانيا وتحذيرهم من فتح مؤسسة أو ميناء في وادنون. كدليل على ذلك هذا كتاب سانتا كروز دي مار بيكينيا واللي أصدره عميد البحرية الإسبانية الكالا غاليانو، واللي بالمناسبة كان مرسل من طرف إسبانيا لتنفيذ البند السادس من معاهدة وادراس، واللي كتنازل فيها المملكة المغربية بعد هزيمتها في حرب تطوان لا منطقة ساحلية في وادنون. ما نساوش أنه هذا الكتاب ذو طابع استعماري توسعي، يحاول فيه الكاتب إعطاء الشرعية لإسبانيا لاحتلال المغرب الجنوب. الصفحة 260 رسالة ماركيز دي غيرمايا الوزير الإسباني سنوات 1760 إلى الدون خوان خورخي، واللي وقع معاهدة ماي 1767. الرسالة كانت بتاريخ 9 فبراير 1767، يعني قبل المعاهدة بشهرين فقط. يقول فيها أنه المادة أو البند الذي يراد إدراجه في المعاهدة المغربية حول إنشاء مؤسسة للصيد في سواحل المغرب تم تقديم أفكار حول عيوبها ومميزاتها، ويبدو من العدل أنه أخذ الوقت الكافي قبل بناء هذه المؤسسة، ولكن يرى جلالته أي ملك إسبانيا أنه من الضروري طلب الإذن إمبراطور المغرب والحصول عليه للقيام بذلك. إذن هنا رسالة
رسمية من وزير إلى سفير يطلب فيه حسب رأي ملك إسبانيا بطلب الإذن من سلطان المغرب حول تأسيس هذه المؤسسة في ساحل وادنون. إذا هنا السؤال المهم، إذا كانت إسبانيا عارفة أنه سيادة السلطان لا تمتد إلى وادنون، فلماذا غتاخذ الإذن من سلطان المغرب لإنشاء مؤسسة تجارية خارج أراضي؟ لهذا السلطان تهرب من مسؤولية أي ضرر يقع على المؤسسة بحكم أنه القبائل البدوية لا يمكن السيطرة عليها بطبيعتها الترحالية. نمشيو للمعاهدة الثانية واللي كذلك استدل بها عباقرة التاريخ الجزائري، واللي هي معاهدة 30 مارس 1799. هذا موقع الأرشيف الإسباني. معاهدة إسبانيا والمغرب الأصلية فيها أمير المؤمنين سلطان المسلمين مالك المغرب مولانا سليمان. في البند 22 كنقراو: إذا حادث مركب لجنس الإسبانيول فيما وراء سوس ودينون، فمن جهة المحبة لملك إسبانيا سيدنا أيده الله يبحث كل البحث ويستعمل عزمه لاستنقاذ رعية المحرفين بما أمكن إلى يرجعون لملكهم. إذن هنا دليل واضح على أنه السلطان سيستعمل قوته لإنقاذ الإسبان الغرقى في جنوب سوس ووادينون. لكن الإشكال أنه إسبانيا كذلك حطت نفس المعاهدة في الملف نتاعها سنة 1975 محكمة لاهاي، واللي استدلت بها على أساس أنه المغرب لا تصل سيادته إلى وادينون. وهنا الإشكال، لأنه النسخة الإسبانية كتقول أنه إذا ضاع أو غرقت سفينة في وادينون حيث لا سيادة للمغرب فيها، فإن السلطان سيستخدم كل الوسائل الفعالة لمساعدة الغرقى. إذن هنا واحد التدليس خطير قامت به إسبانيا، لأنها زادت كلمة لا سيادة للمغرب في وادينون. وطبعا الترجمة المنطقية والصحيحة هي الترجمة بالنسخة العربية واللي وقع عليها سلطان المغرب، واللي كتعني بالمعنى الحرفي: أنا سلطان المغرب سأساعد أي غارق في سواحل وادنون لأنها منطقيا أراضي مغربية. لكن إذا مشينا استخدمنا المنطق النسخة الإسبانية كتقول: أنا سلطان المغرب سأساعد أي غريق في سواحل وادنون التي هي أصلا ليست أراضية، ومع ذلك سأساعد هذا الغريق. هنا إشكال مهم يعني بالله عليكم، هل هذه الجملة صحيحة منطقيا وعقليا؟ كيفاش السلطان غادي يساعد غرقى في منطقة ليست خاضعة له؟ إذا هذه الزيادة اللي دارتها إسبانيا اللي هي جملة لا سيادة له على وادينون هي زيادة وتدليس واضح من إسبانيا، والنسخة باللغة العربية غير موجودة أبدا. ولكن مع ذلك أنا غادي نعتبر تنازلا مني، غادي نعتبر معاهدتي 1767 و 1799 معاهدات ضد المغرب، يعني معاهدات تبين بأنه الصحراء ليست مغربية. هذا تنازل مني. سأقول فإذا كانت هذه المعاهدات هذو كيبينوا بأنه الصحراء ليست مغربية، فهناك بطبيعة الحال معاهدات أخرى، خصوصا اللي ذكرهم دومير مثلا نتاع أمريكا نتاع فرنسا إلى آخره. وعلى ذكر فرنسا رجعوا الكتاب مجاني الأدب في حدائق العرب في الصفحة 276 رسالة من سلطان مراكش محمد ثالث إلى لويس السادس عشر: بسم الله الرحمن الرحيم، عن أمر السلطان الأعظم سلطان مراكش وفاس وكافة الأقاليم المغربية. ونجيو هنا: ثم اعلم أن سفنا من سفن الفرنسيس حارثوا بأقصى إيالتنا في الصحراء، تفرق جميع من سلم، وحيث بلغنا ذلك سيرنا بعض خدامنا للصحراء لنوجههم إليكم راعيا للمهادنة والصلح بتاريخ 1775. إذا محمد الثالث استخدم سلطته وأرسل خدامه لجلب الغرق الفرنسيين من عرب الصحراء. والمفروض على حسب منطق دومير أنه السلطان المفروض أنه يعتبر بحكم أن الأراضي ليست خاضعة له. جيو المعاهدة اللي تكلم عليها دومير واللي هي كانت مع أمريكا بتاريخ 17 يوليوز 1786، وثيقة أصلية من توقيع الكونغرس الأمريكي حول معاهدة السلام مع المغرب. في البند العاشر كيقول: إذا غرقت أي سفينة أمريكية في ساحل وادنون أو أي ساحل من سواحله سيتم مساعدة وحماية هؤلاء الغرقى بعون الله حتى يصلوا بلادهم. بينما النسخة العربية لقوها في كتاب Treaties and Other International Acts of the United States واللي صدر سنة 1931 من طرف الحكومة الأمريكية، لقوه في الصفحة 186: هذا تقييد شروط الصلح مع الأمريكان. وفي البند العاشر: إذا حارثت سفينة في وادنون أو غيره فالنصارى الذين هم بها في أمان حتى يصلوا إلى بلادهم. إذا هنا في النسخة العربية والإنجليزية لا نجد الزيادة اللي موجودة في المعاهدة الإسبانية. نمشيو الكتاب A Complete Collection واللي صدر سنة 1840 من طرف لويس هيرتسلوت في الصفحة 112: معاهدة بين بريطانيا والمغرب تاريخ 8 أبريل 1791 واللي وقعها السلطان مولاي يزيد. البند 35 كيقول: إذا غرقت سفينة إنجليزية في سواحل وادنون أو ساحل من سواحله الجنوبية بين العرب، إمبراطور المغرب سيستعمل قوته ونفوذه لإنقاذ هؤلاء الرعية
وإرجاعهم إلى بلادهم. بينما النسخة العربية نلقاوها نشرها الدكتور عبد اللطيف الشاذلي، واللي كذلك نفس طريقة الكتابة الإنجليزية، لكن ذكر فيها وادي نون ونواحي السودان. وقبل ما نمشيو لمعاهدة أخرى، الصورة أمامكم معاهدة المغربية مع البندقية في سنة 1765. السلطان محمد الثالث يصف نفسه بسلطان المغرب، إمبراطور دي مراكش وفاس ومكناسة وتيمبوكتو وإقليم السودان. إذا يا دومير، كيفاش محمد الثالث يصف نفسه بملك تيمبوكتو والسودان سنة 1765، ولكن بعد سنتين فقط يقول أن حدوده لا تتجاوز وادي نون؟ نرجعوا للكتاب الإنجليزي. الجزء الثالث اللي صدر سنة 1841، معاهدة بين بريطانيا والمملكة المغربية بتاريخ 14 جوان 1801. البند 33 دا غارقة سفينة إنجليزية في ساحل واد نون أو الصحراء القريبة، سلطان المغرب سيستعمل جهده لضمان سلامة الغرقى وإرسالهم إلى بلادهم، ويمكن للقنصل الإنجليزي المساعدة في تحصيل حريتهم، وكذلك يجب مساعدته بهذا الهدف من طرف الحاكم المقيم في ذلك المكان. إذا بريطانيا تعترف بشكل رسمي بوجود سلطة مخزنية في وادي نون وصحرائه. قبل ما ندوزو المعاهدة الأخرى، نمشيو لموقع The Founders، وهو موقع حكومي رسمي فيه العديد من الرسائل المعاهدات اللي قاموا بها مؤسسي أمريكا، وهذا تقرير من طرف توماس باركلاي، واللي كان السفير الأمريكي اللي وقع معاهدة السلام مع السلطان محمد الثالث. الرسالة كانت بتاريخ 1786 سبتمبر يوم 10، فيها تقرير حول الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كذلك للدولة المغربية. ونقراو هنايا أنه كيتكلم على السجناء أو العبيد المسيحيين في المغرب، وقال أنه لا يوجد أسرى مسيحيون في المغرب باستثناء 7 إسبان في الصحراء، والذي يسعى إمبراطور لتأمين خروجهم من هناك. هذه المنطقة ليست في طاعة تامة للملك على الرغم من أنه يحكمها ابنه عبد الرحمن. إذا هذه الرسالة مهمة، لأنه كتقول أن السلطان يحكم فعليا الصحراء ولو بشكل ضعيف بسبب خروج ابنه المولى عبد الرحمن عن طاعة السلطان، والذي كان الحاكم في منطقة سوس والصحراء. رجعوا الكتاب الإنجليزي. الصورة أمامكم معاهدة بين المملكة المغربية وبريطانيا بتاريخ 19 يناير 1824، وهذه المعاهدة هي فقط تجديد المعاهدة السابقة واللي كانت 1801 مع المولى سليمان، ولكن فقط تم تغيير البند السابع والثامن والحفاظ على المعاهدة من البند الأول إلى البند 41 بما فيها البند 33 واللي كيذكر واد نون وسواحله. مشيو لسنة 1836، المعاهدة الأمريكية اللي ذكرها الدكتور دومير. الكتاب أمامكم هو من تأليف المكتب الحكومي الأمريكي لجميع المعاهدات منذ استقلال أمريكا إلى سنة 1878، صفحة 593. معاهدة بين المغرب وأمريكا بتاريخ 16 سبتمبر 1836. هنا صورة لختم السلطان عبد الرحمن بن هشام، وفي البند العاشر تكرر نفس البند: إذا غارقت سفينة أمريكية في وادي نون وسواحله ستتم حماية الغرقى بإذن الله حتى يصلوا إلى بلادهم. تاريخ 9 ديسمبر 1850 معاهدة بين المغرب وبريطانيا، وفيها توقيع الوزير المغربي محمد الخطيب بالنيابة عن السلطان محمد الرابع، الصفحة 913. البند 33 نفس الشيء: أي سفينة بريطانيا غارقت السلطان سيستعمل سلطته لإنقاذ الغرقى. وفي نفس البند نجد بأنه الحاكم المعين من طرف السلطان في تلك المناطق أي وادي نون وبعده يجب عليه مساعدة القنصل البريطاني في البحث وإنقاذ الغرقى. وفي نفس اليوم تم توقيع معاهدة أخرى مع بريطانيا واللي هي عبارة عن ملحق للمعاهدة الأصلية ولكن فيها بنود ذات طابع تجاري، الصفحة 921 في البند 11. يقول هذا البند: تسري هذه الاتفاقية في جميع موانئ المغرب إذا أنشأ أو فتح السلطان المغربي موانئ المهدية أو أكادير أو وادي نون أو أي من الموانئ في حدود إيالته، فلا فرق بين الرسوم فيما بينها وبين الموانئ الأخرى. إذا اعتراف من بريطانيا على سيادة المغرب على سواحل واد نون. وقبل الختام نمشيو المعاهدة الإسبانية. هذا كتاب تراتادوس دي إسبانيا تم تأليفه بأمر من معالي وزير الدولة الإسباني سنة 1869. معاهدة بين إسبانيا والمغرب بتاريخ 20 نوفمبر 1861. في البند 38: إذا غرقت سفينة إسبانيا في وادي نون أو في أي ساحل من سواحله فإن ملك المغرب سيستعمل سلطته، أي مكتوبة أمامك، لإنقاذ وحماية القبطان والطاقم كذلك، وسيساعد الحكام. طبعا الحكام هنا يقصد الحكام أو القياد ملك المغرب. هذا القياد هذو سيساعدون القنصل أو نائب القنصل الإسباني في تحقيقاته حول الغرقى. إذا اعتراف واضح وصريح من إسبانيا بكون واد نون وسواحله تابعة لسلطان المغرب. طبعا السؤال المطروح: هل بالفعل يوجد دليل على كون السلطان قادر على إنقاذ الأسرى؟ الجواب نعم. من كتاب الدكتورة بهيجة السيمو الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية، نشرت لي رسالة أصلية من السلطان محمد الرابع إلى الشيخ
الحبيب بن بيروك اللي كينتمي لعائلة أهل بيروك الصحراوية واللي كانت كتستقر بين وادنون والساقية الحمراء، وكان عندها نفوذ قوي في أعماق الصحراء. الرسالة كيقول فيها السلطان أنه توصل بالرسالة التي بعثها الحبيب بن بيروك، واللي قال فيها أنه قبض على أسير إسباني في الصحراء وينتظر أوامر السلطان. لهذا السلطان أمره إرسال هذا الأسير إلى تارودانت أو الصويرة، والسبب حسب السلطان هو وجود شروط ومعاهدات مع الإسبان تلزمه إنقاذ أي أسير إسباني في الصحراء. الرسالة كانت بتاريخ 18 فبراير 1873، يعني قبل 11 سنة من دخول إسبانيا للصحراء. قبل ما نختموا الفيديو نمشيو لسنة 1879. تاجر بريطاني اسمه دونالد ماكنزي دار معاهدة مع الأخ الأكبر محمد بن بيروك اللي هو أخ الحبيب بن بيروك، واللي تنازل فيها على منطقة الطرفاية لإنشاء مؤسسة تجارية لصالح التاجر البريطاني. طبعا هذا موضوع طويل وغادي نتكلموا فيه إن شاء الله في حلقة منفصلة. على العموم بعد الجهود العسكرية والدبلوماسية من طرف المملكة المغربية اللي قدرات تشري منطقة الطرفاية سنة 1895 معاهدة مع بريطانيا، واللي اشترات فيها هذه المؤسسة التجارية اللي بناها دونالد ماكنزي، واللي غنلقاوها في كتاب 72. المعاهدة بين بريطانيا والمغرب بموجبه تشتري المملكة المغربية ممتلكات شركة نورث ويست أفريكان طرفاية بتاريخ 11 مارس 1895. وقع عليها السيد أحمد بن موسى المعروف الصدر الأعظم الرحمن، حيث تشتري المملكة المغربية هذه الشركة في الطرفاية في بلاد قبائل تكنا، هي من أكبر القبائل الصحراوية. البند الأول: إذا اشترت الحكومة المغربية فإنه لا يوجد أحد له الحق في الأراضي ما بين وادي درعا ورأس بوجدور المسماة طرفاية وما بعدها، لأنها كلها تنتمي للأراضي المغربية. طبعا في البند 3 كنلقاو فيها سعر الشركة واللي كان 50,000 باوند تدفع على حصتين. إذا هذه المعاهدة هذه اعتراف بريطاني بأن الحدود المملكة المغربية تمتد حتى بوجدور، لأن ما بعد بوجدور كان في حكم إسبانيا اللي دخلت سنة 1884 على الساحل الصحراوي. على الجانب الآخر فرنسا كذلك كانت تراقب الوضع. هنا أمامكم جريدة فرنسية، هي جريدة علمية صادرة سنة 1895 تكلمت على شراء الطرفاية من طرف المغرب. حتى الخرائط آنذاك كانت تعترف بوصول حدود المغرب لبوجدور. مثلا في هذا الكتاب، مثلا في كتاب Complete Handy Atlas of the World and City Guide واللي صدر سنة 1900 غلقاو في الخريطة حدود المغرب كتوصل حتى لبوجدور. خريطة أخرى من طرف الإنجليزي إدوارد ستانفورد سنة 1904 نجد الحدود تصل حتى لبوجدور، يعني مدن مثل السمارة والعيون والساقية الحمراء كلها كانت تعتبر مغربية آنذاك. مثلا في كتاب التعاريف القديمة اللي صدر سنة 1898 اللي هو كتاب A Complete Pronouncing Gazette or Geographical Dictionary الصفحة 2004 وادي نون نهر في المغرب. إذا هنا وصلنا لآخر الحلقة، وكخلاصة للموضوع هذا جدول المعاهدات اللي ذكرت وادي نون والصحراء. وكما قلت تنازلا مني أنا كنقول بأنه 1767 و 1799 غادي نعتبرها ضد المغرب. إذا جوج المعاهدات تقول أنه الصحراء ليست مغربية، في المقابل كنلقاو أنه العديد من المعاهدات كتقول بأنه الصحراء كانت مغربية، وأنه الحدود أو سلطة السلطان كانت تمتد إلى ما وراء وادي نون، بحال معاهدات أمريكا سنة 1787 و 1836 اللي قال عليها الدكتور دومي أنها دليل ضد المملكة المغربية، وكذلك معاهدات مع بريطانيا، وكذلك معاهدة مع إسبانيا سنة 1061، بالإضافة لمعاهدات أخرى تذكر سلاطين المغرب كحكام على وادي نون والشنقيط والسنغال وتيمبوكتو. فهي كلها أدلة تبين أنه المعاهدات المغربية مع الأجانب تؤكد تبعية الصحراء للمغرب. إذن نهاية الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.